اما وانا جاي من البلفيدير الهوني نلقى مظاهرات بتاع المعلمين، وسمعتكم تحكوا على قطاع التعليم. وانا نستسمحك برمي لي كاسكيت نتاعي. انا عملت لك نورمال انستيتيوتور، وبعد لك نورمال سوبيريور دار المعلمين العليا، ومن بعد قريت في الجامعه عندي. شرفني كنت من الطلبه اللي قراوا عندي. انا نتوجه النداء للرئيس الجمهوريه والقيادات النقابيه والاطراف الكل. راهو وقت يبدو عندنا 100,000 ولا 200,000 و300,000 اولادنا ما قراوش بعد 15 سبتمبر نهار، مش شهر ولا شهر ونص، راهي كارثه. والحل ممكن نقول له رئيس الجمهوريه لمد حوار وطني بعيدا عن السياسه، كتب عن نقابه التعليم الابتدائي والثانوي والاساسي والعالي والطبوبي، وفي جلسه مغلقه. الحل ممكن. راهو المعلمين والاساتذه كانوا يقريوا بين 20 ساعه و30 ساعه، اغلبهم توا يقريوا بين 12 ساعه و15 ساعه، وقل من 18 ساعه، تحت عنوان انه قبل هذا كان يقع لانه ثم عدد اساتذه اكثر من المطلب، ولا كيف يوزعوا على واحد 5 ساعات يجوه 5 فوكات يجوها 20، يقولوا نعطوك 3 فقط. هذه يا سيدي سنة بصفه استثنائيه يلمدهم في جلسه حوار، خاطر تو مش وقت نتاع ريكروتمون، والبيجي بلع والبلاد واقفه ويلزمنا ننطلقوا. هذا بالمناسبه حتى للصحه ممكن يقع قرار. في فتره من فترات عملوا ايكيب من 7 متاع الصباح الماضي ساعه في السبيطارات ماضي ساعتين، والعشيه ايكيب العشيه. بعد ما عادش ثم فلوس ولت السبيطارات ماضي ساعه تسكر، واستفادت منها مئات المصحات الخاصه والمليارديرات. النقل العمومي بارك كذا. فدعوه انه في مستوى القمه نعملوا حاجه مباشره، وهذا ربما فيه تفاعل مع الناس اللي علقت على قمه لم الشمل، قالت لازم كل دوله عربيه تعمل لم الشمل في الداخل. انا اعتبر انه الحدث